ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ فيلمنا النهارده جميل جدا. فيلمنا النهارده بيبدا مع بنت جميله متجوزه وعندها اسره، وده بيكون جوزها واللي شغال في شركه محاماه وهو المدير اللي هناك، وهي عندها ابن صغير. المهم يا صديقي، دي قصه خيانه، تعال نتابعها مع بعضينا. كل يوم الراجل بياخد ابنه على طول وبيروح يوديه المدرسه. في الوقت ده كانت هي صاحبتنا بتطلع بره عشان تشتري الطلبات للبيت. المهم في اليوم ده خبطت في شاب كده عشريني كان ماسك شويه كتب، بسبب ان الهوا كان شديد جدا زي ما قلنا وزي ما احنا شايفين. المهم يا صديقي، هي اتعورت وقفت في الشارع، لكن الواد عرض عليها ويقول لها انا بيتي قريب من هنا جدا جدا، ايه رايك تطلعي فوق لحد ما الهوا ما يخلص وبالمره تشوف رجليك اللي اتعورت؟ فبتوافق معاه وبتطلع معاه هناك فوق البيت وبتدخل الحمام، وبالفعل بتغير على رجليها، لكنها لما بتخرج بتلاقي الولد ده واقف لها وقاعد لها كده زي البنت القطعه. المهم بيبدا يتكلم معاها وبيقول لها تعالى لما اطمن على الجرح، وبالفعل بيطمن على الجرح بكل نوايا مش حسنه الصراحه، وبتعرف ان هو بيحب الكتب وان هو يعتبر كاتب وكل حاجه، فبيديها كتاب تقراه وبيعجبها الكتاب فبيديهولها هديه ليها. بعد كده بقى صاحبتنا بترجع البيت على طول وهي متعوره وهي عيني تعبانه على الاخر، وبتقول لجوزها اللي حصل معاها، لكنه مش بتقول لها او مش بتقول له ان هي كانت مع ولد بالليل وان هي خرجت معاه الشقه بتاعته. المهم جوزها بالليل بقى بيستناها، وبعد كده الاتنين جوزها بيصورها فيلم لا مؤاخذه كده يعني. بعد كده بيقابل ابنها الصغير اللي قطع الفيلم عليهم. بعد كده لما خرجت تاني يوم على طول كان في رقم الواد معاها في الكتاب، فقررت ان هي ترن عليه علشان ترجع له الكتاب وتاخد الجزء التاني منه. فكانت متردده الاول بصراحه، لكنها بدات ان هي تتكلم معاه، والولد فرح جدا ان هي اتكلمت معاه وقال لها بقول لك ايه تعالي دلوقتي، وبالفعل راحت له هناك وهو كان مستنيها على احر من الجمر. واول لما بتدخل هناك على طول بيطلع لها الكتاب التاني وبيقول لها ده النسخه التانيه والجزء التاني منه، وبيروح يعمل كده كوبايتين شاي لكنه بيتلسع احسن. المهم بقى بيقول لها ده كتاب لمكفوفين، تعالي لما اوريكي بتمسكيه ازاي. هو ايه اللي تمسكيه ازاي يا اسطى؟ ما تحترم نفسك. المهم يا صديقي، لو انت وصلت معايا للجزئيه ديت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك ليا مهم يا صديقي علشان بس ايه تدعمني اكمل فيديوهات. المهم بقى يا صديقي، راحت للمكتب لجوزها بعد كده وكانت جايبه له تيشيرت جديد، لكن جوزها كان مشغول جدا بالشغل وما قدرش ان هو يتكلم معاها كتير. طب ما راجل في شغله. المهم ده حسسها بقى ان جوزها مهمل معاها وان طبعا مش قد المسؤوليه، عشان كده تاني يوم راحت على طول للولد اللي هو مهتم بيها، وكمان واضح ان هي بدات تهتم بيه. الواد اخدها ورقص بيها سلو، طبعا احنا عارفين ايه اللي هيحصل بعد السلو. اللي بعد كده الولد بدا يقرب واحده واحده وهي بدات، ودخلوا وعملوا واحد شاي بلبن او زبادي بالخلاط. بعد كده بنشوفها مشهدها بقى وهي في العربيه يا عيني وهي زعلانه جدا على اللي حصل، وبتفتكر ازاي عملت كده مع شاب اصغر منها، وان ازاي ان هي سلمت نفسها وان هي كده بقت خاينه لجوزها، والندم كان معتريها بصراحه يعني. هتمثلي يا وليه. وتاني يوم بقى بتيجي لجوزها على طول ولا كأن حاجه حصلت، وبتقول له بقى محتاج حاجه اعملها لك يا حبيبي، لكنه بيبقى مشغول الله يعينه بصراحه. فبتخرج بره وبتقول ان هي مش هتعمل كده تاني، لكن طبعا الشعور اللي كانت حاساه مع الولد كان مغري بالنسبه لها بصراحه، فبدات ان هي تحلم بالولد لدرجه ان هي تاني يوم عملت الحلم حقيقة وراحت له بالفعل البيت ودخلت معاه في علاقة مرة تانية. وبعد كده بدأ الاتنين ان هم يخرجوا مع بعضيهم بشكل هستيري جدا في كل مكان، وبدأ ان هو يعكسها ويعمل لها حاجات حتى وسط الناس وهم قاعدين. المهم في اليوم ده كان في موظف عند جوزها واللي بص عليها وشافها قاعدة مع الواد وشافها كمان وهي لا مؤاخذة بتداس يعني. المهم بقى صاحبنا ده هنعرف دوره بعدين. صاحبتنا بتروح البيت وجوزها بقى بيلاقيها يعني لوحدها في البانيو، فبيقرر يدخل معاها لكنها بتخرج وبتسيبه لوحده، مش عايزه اي علاقات لانها بتقول له ان هي تعبانه. تاني يوم بقى بيلاقيها بتتزوق كده وكل حاجه، فبيقرب منها مره تانية لكنها مش بتقرب منه برضه كل شويه، وبتقول له ان هي رايحه للكوافير، فبيرن على الكوافير بعد لما بتنزل فمش بيلاقي في حاجه زي هناك اصلا. صاحبتنا راحت تقابل الولد كالعاده، لكن وهي في الطريق هناك وهي ماشيه ما كانتش واخده بالها ان في اتنين من اصحابها هيقابلوها واللي قابلوها، وقالوا لها بما انك مش بتعملي حاجه تعالي اقعدي معانا في كافيه هنا دلوقتي هنقعد فيه. فبتروح معاهم يا عيني وبترن على الولد وبتقول له ان هي اتزنقت مع اصحابها في كافيه. فالولد على طول بيقول لها انا جاي لك الكافيه اللي على اول الشارع ده، وبيجي وبياخدها في الحمام بيفسحها يعني، ها ما تفهموش غلط. المهم يا صديقي برضو لو وصلت للجزئيه ديت ما تنساش تعمل اشتراك للفيديو علشان تدعمني. بعد لما بتخلص هق ومق وشاي بلبن مع الواد في الحمام بتخرج لاصحابها عادي. بعد كده الولد بياخدها عنده البيت هناك وبيكمل معاه الهق والمق. بعد كده الراجل ده خان صاحب الشغل اللي هو جوزها، فطبعا الراجل طرده، فقال له والله قبل ما تطردني وتقول عليا خاين روح شوف مراتك يا بيه بتعمل ايه مع شاب اصغر منك كل يوم بالليل في الحانه.
صاحبنا بصراحه خدها في وشه قوي 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 يعني بصراحه يعني. فراح يجيب واحد كده يأجره علشان يصور مراته. الراجل يعني كان بصيته بتشرح كل حاجه يعني. وتاني يوم على طول اول ما روح البيت قال لها بقول لك ايه، هي صاحبتنا كانت مشغوله كده بتعمل الغدا بسرعه عشان تروح للواد. فراح لها على العشاء بالليل وقال لها ان هو مسافر اسبوع، وان هو طبعا هيسيب لها فلوس قد كده، وان هي تاخد بالها من الولد بقى والمدرسه، وتجيبه هي من المدرسه وتوديه المدرسه. وتاني يوم الصبح على طول بياخد الشنطه قدامها وبيجهز نفسه وبيمشي. وهي اول لما بيمشي بتروح سينما مع الواد، لكنهم مش بيتفرجوا على الفيلم، بيبقوا هم الفيلم اصلا نفسهم وبيعملوها في السينما. ما علينا، اتأخرت على الولد على المدرسة لمدة ساعتين، فجريت بسرعة علشان تجيبه. في نفس الوقت بقى كان الراجل صورها لجوزها وجاب له صور كتير جدا وهي مع الولد بين احضانه، ووداها لجوزها اللي طبعا يعني خدها في وشه. الولد بقى اختفى عنها لمدة 3 ايام. صاحبتنا بدأت زي المجنونة تدور عليه في كل مكان لكنها مش قادرة تجيبه. راحت محل الكتب اللي هو بيروح هناك، فبتروح هناك فبتلاقيه ماسك واحدة كده في رف الكتب وزنقها ما شاء الله عليه. المهم صاحبتنا غارت جدا وراحت مسكت في البنت وضربتها وبهدلتها. يا بنتي انت متجوزه اصلا واحد غيره. المهم بقى الواد خدها يصالحها لكنها كانت متضايقه، لكنه بيقدر يصالحها. جوزها بقى وصل لبيت الولد اخيرا وقرر ان هو يطلع له فوق بقى ويقدر ان هو يتفاهم معاه، لما بقى يجيب معاه من الاخر. طلع فوق وقال له انا جوز لورين، فقال له اه اتفضل. الولد غلطان ان هو قال له اتفضل بصراحه. المهم صاحبنا دخل هناك وكان بيتكلم معاه عادي جدا، فبيقول له والله ان مراتك بتيجي تاخد من عندي كتب بس. صاحبنا طبعا ما كانش مصدق الحكايه دي خالص ولا نهائي. ولما كان ماشي صاحبنا بص على السرير فلاقي منظر السرير، فقال انا زوجتي بتتاخد هنا. اه يا اسطى بصراحه وانا شاهد على الكلام ده، ما يعني انت قرونك كبيره ما شاء الله بس انت مالكش ذنب يعني. المهم قعد وكان متضايق على الاخر. بعد كده راح ماسك حاجه حديد راح ضارب بيها الوضع على دماغه وخر دم من كل حته وقع طب ساكت مات. زباله مش مهم. المهم بقى صاحبنا يعني مصدوم من الموقف اللي حصل، يعني هو يعني حياته كلها اتدمرت. واتاكد اكتر لما لقى الهديه اللي كان جايبها لمراته ومراته خدتها وادتها للواد، فخدها وروحها البيت. وبدا يعني كده يقعد يستوعب هو عمل ايه. وبعد كده الحمد لله بما ان الراجل كان محامي قلنا نظف كل حاجه من الجريمه وكل حاجه، ومسك الواد لفه في ملايه في سجاده كده وخد السجاده ورماها في العربيه بتاعته. بعد كده الراجل صاحبنا طلع على الحفله اللي كان فيها مراته وابنه، لان ابنه الصغير كان مشترك في حفله، وغير هدومه وقعد جنبيهم علشان يثبت ان هو كان موجود هنا وقت الجريمه. وقاعد يا عيني وهو متضايق على الاخر ومراته في عالم سمسم يعني بتفكر هتروح للولد امتى. بعد ما خلص الحفله راح لمكبس الزباله ورمى الواد في الزباله. ما بصراحه يا جماعه برضو الزباله مكانها في الزباله، ده اكيد ما غلطش يعني. بعد كده روح غسل العربيه في المغسله وفيم نفسه والحمد لله كله تمام. وبيرجع البيت بقى عادي ولا كأن في اي حاجه. تاني يوم البوليس بقى بيجي للبنت على طول وبيقول لها ان احنا الراجل ده مختفي وان كذا بلا 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 بلا. فقالت له والله انا مجرد واحده بشتري منه كتب يعني ما اعرفش منه عنه اي حاجه يعني. المهم خرجت مع جوزها بالليل، وطبعا جوزها عارف من ابنه الصغير ان في ظباط جم البيت، فسالها ليه. فقالت له لا ما فيش حاجه، ده في واحد بتاع كتب كنت بشتري منه الكتب اختفى، فهم بيسالوني عنه وانا قلت لهم ما اعرفش حاجه يعني. واضح على وشك. المهم بقى الجثه بتظهر على الزباله، والراجل الزبال اللي هناك او العامل اللي هناك لما مؤاخذه سوري في اللفظ قال لهم بلغ البوليس، والبوليس جالها مره تانية وقال لها احنا لقيناه مقتول في مكب الزباله ومرمي هناك. المهم بقى صاحبتنا بعد ما البوليس مشي على طول قعدت تعيط عياط هستيري يا لا مؤاخذه انت. المهم بقى لقي صورها مع الواد ده في طبعا جاكيت جوزها اللي جوزها كان مصورها، هما الاتنين اتواجهوا بالليل وعرفت ان هو اللي قتل جوزها. وطبعا الاتنين علاقتهم اتدمرت مع بعضيهم، هو مش قادر يعاتبها علشان هو قتل وهي مش قادره تعاتبه عشان هي خانت، والعلاقه ما بينهم اتوترت على الاخر. لكنها قررت ان هي تحرق كل ذكرياتها مع الولد التاني وترجع لجوزها مره تانية ويعيشوا في نبات ونبات ويخلفوا ولاد ونبات. ما علينا يعني مش مهم. الفيلم خلص يا صديقي لحد هنا، ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو واشتراك ليا يا صديقي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المهم صاحبتنا بقى بيشد كاسين كده على الاخر وبتسكر وبتقرر ان هي تروح تلعب مع مين، مع جيمس. وبتجيب له عصير فخفخينه كده وبتقول له خد يا جيمس العصير ده، واضح انك انت ما شاء الله عليك. المهم الاتنين بيتعرفوا وهو بيعرف ان هي اسمها نانسي وبتعرف اللي هو اسمه جيمس، وان هو اللي بيشتغل ممول عقاري لكن بيشتغل شغلانات تانية زي تصليح الاسوار وحاجات زي كده يعني.